بكم يا أصدقائي في قناة يوميات ماما زوزة. أرجو الاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. قناتنا ممتعة وجميلة وبتقدم كل حاجة ظريفة وجميلة زيكم. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. مساء الخير يا طنط، منورانا والله. شرفتينا يا طنط، أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا يا حبيبتي. أنا قلت أقعد معاكي شوية قبل ابني ما يجي، راح مشوار وجاي. أو ماله يا طنط، تنورينا، أنا تحت أمرك. تعالي قربي هنا جنبي. حاضر يا طنط. مالك خاسة ومصفرة كده ليه؟ حضرتك عارفة بقى بعد الخطوبة الواحدة بتبقى مش فاضية، ومشاوير وشراء طلبات والتجهيز للجواز، فطبعا يا طنط هبقى خاسة. بس عصعصتي قوي كده ومش مهتمة بنفسك ولا بمظهرك، ليه كده؟ وبعدين شقتكم صغيرة كده، والعفش ايه ده؟ ايه العفش ده؟ مش ناويين تجددوا العفش؟ مالها الشقة يا طنط وماله العفش؟ ما هو زي الفل اهو. لا، العفش بقى قديم قوي والموضة بتاعته قديمة، المفروض ان انتوا تغيروه علشان تبقوا من مستوانا. ماله مستوانا يا طنط؟ ما مستوانا عالي العال. وبعدين حضرتك لما دخلتي قلت لك اتفضلي في الصالون، انتي اللي قلتي انا مش غريبة، تعالي نقعد هنا، اتفضلي حضرتك في الصالون. يعني الصالون اللي جديد برضو الصالون قديم. اللهم طولك يا روحي، يا بتتلكك ليه كده؟ وبعدين ريحة الشقة كلها بصل وطبيخ، ايه ده؟ وانتي كمان ريحتك طبيخ خالص. بالعكس يا طنط، انا بعد ما خلصت غيرت هدومي وحطيت برفان وريحتي زي الفل. شوفي يا حبيبتي، انا شايفة ان انتوا وابني مش هتنفعوا لبعض، او احنا مش هننفع معاكم، لا انتوا من مستوانا ولا احنا من مستواكم، فالجوازة دي انا شايفة ان هي ما تكملش احسن. مستوى ايه يا طنط؟ ما الحال من بعضه. انتي قليلة الادب ومعرفتيش ازاي تردي على اللي اكبر منك. انا ما قلتش لحضرتك حاجه ولا قلت ادبي عليكي، انت اللي من ساعه ما دخلتي وانت بتتلككي علينا. بتلكك يا قليلة الادب؟ انا قلت من الاول ان انتي ما تنفعيش لابني، بلاها الجوازة دي. بلاها 1000 مرة لما بتعملي معايا كده قبل الجواز، امال بعد الجواز وهبقى في بيتكم هتعملي فيا ايه؟ خلاص يا حبيبتي، بناقص الجوازة دي، انا هجوز ابني لبنت خالته، هي اولى بيه. مع السلامة انت وابنكم، دوغيكوا ليه؟ انا هوريكي ازاي تقلي ادبك عليا، انا هعرفك انا الادب والاحترام يبقى ازاي. يا ماما الحقوني، هتموتني. طب خدي. ايه يا بنتي، في ايه؟ عملت فيك ايه الست المفترية دي؟ فسخت الخطوبة يا بابا وضربتني. ولا يهمك يا حبيبتي، هما اساسا ما كانوش ينفعوا معانا، وانا هجوزك سيدو، ما تزعليش. انا زعلانة على الوقت اللي ضيعته معايا يا بابا. بس يا حبيبتي، الخيرة فيما اختاره الله، وبعدين هو ابن امه وكان بيسمع كلام امه بطريقة مش معقولة. ولا يهمك، خلاص بكرة يجيلك نصيبك ويبقى احلى نصيب. بس يا حبيبتي بس.